لكن التأنيب بقى اني افضل اقول له وصله من اللوم واقعد اقول له كلام في جنبه كده، وفي الاخر برضه مش هوديه النادي او مش هخليه يعمل حاجه او هخليه يعمل حاجه. اوقات كتير هنروح نديهم كلام صعب قوي في الاخر خلاص روح اعمل او روح انزل، وعرف الدخله بتاعك وعرف مفتاحك، ماما اخرها ايه؟ هتقول لي كلمتين ثلاثه وتزعق زعقين وخلاص وهنزل في الاخر. خلي بالك انه تأنيب الكتير ما بيجيبش نتيجه، لكن بيأثر بشكل كبير على الضمير، الجهاز اللي بيتكون في المرحله دي. فلما بقعد الومه كل شويه ده بيأثر كاني بدي فولت عالي للجهاز ده، فالشخص بيطلع عنده احساس بالذنب. انا طول الوقت الطريقه اللي بستخدمها مع ابني هي اني اشعره بالذنب، الجهاز اللي هو الضمير ده كانه ضرب شغال على طول، فالشخص يطلع عنده احساس رهيب وطول الوقت بيلوم نفسه وطول الوقت حاسس بالذنب. ليه طول الوقت انا كنت بتلام، مفيش تشجيع. انا لما بعمل حاجه غلط بسمع كلام زي السن. التأديب هو ان انا بعمل ايه؟ انا بغرقه حب، بغرقه تشجيع، اقول له كلام حلو، في علاقه بيني وبينه. ولما بيعمل حاجه غلط انا بقول له على فكره الحاجه اللي احنا عملناها دي غلط، فانا محتاج اديله حب واديله قبول واديله تشجيع، وفي نفس الوقت لما اجي هديله حدود هيبقى يتشكل معايا لانه انا مغرقه حب واهتمام، في علاقه بيني وبينه. لكن لما تبقى العلاقه مجرد انه تعمل ايه وما تعملش ايه وزعيق وتبقى العجينه ناشفه، لما باجي بشكله بيفرق مني، مش عارف اشكله لانه مفيش الارضيه اللي بيني وما بينه.